أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم. تماشاوان هێژە بخير هاتن. سوف نتعلم اليوم حروف الجر. داچك. تنقسم حروف الجر إلى قسمين: 1. حروف الجر الصحيحة داچكين خورو. 2. حروف الجر الغير صحيحة داچكين نخورو. أولا حروف الجر الصحيحة داچكين خورو. حروف الجر الصحيحة خارج الجمل لا معنى لها، تكتسب دورها ومعناها داخل الجمل فقط. حروف الجر الصحيحة تنقسم إلى حروف الجر الصحيحة الأساسية، وهي 4: ل، ج، ب، د. ل، ج، ب، د. وهذا الحرف جي، هذا الحرف الذي يوضح ما سبقه أو بديله، جي جي. وأيضا حرفا الجر النافيان اللذان ينفيان الجملة: ب، ن، ب، ن. ملاحظة: بعض أحرف الجر تأتي معها لواحق خاصة بها، سوف نتابعها من خلال الأمثلة ونتعرف عليها. حروف الجر الصحيحة الأساسية أمثلة عليها: أولا حرف الجر ل، ل. أم ل دبستاني ن، أم لدبستانينا، نحن في المدرسة. الحرف الآخر ج، ج. أز ج قامشلو ما، أزج قامشلو ما، أنا من قامشلو. مثال آخر: حرف ج ومعه اللاحقة ر، ج ر، ج ر. من ج ت ر جوت، من جتر جوت، لقد أخبرتك. مثال آخر على حرف الجر ج ومعه اللاحقة أخرى ذ، ج ذ. أو جباجيرفا تي، أو جباجيرفا تي، وقادم من المدينة. أما حرف الجر ب، ب. مثال عليه: ماموستا ب بينوسي دنفيسا، ماموستا ببينوسي دنفيسا، يكتب المعلم بالقلم. مثال آخر مع حرف الجر ب ومعه اللاحقة ر، ب ر. أز بخويشكا خوا را دچم، أز بخويشكا خوا را دچم، أنا ذاهب مع أختي. أيضا الحرف الجر ب مع اللاحقة د، ب د، ب د. أم ب وي آلي د چون، أم بوي آلي دچون، لقد ذهبنا من ذلك الاتجاه. حرف الجر د معه اللاحقة د، د د. أو د أوديا خوا دايا، أو د أوديا خوا دايا، هو موجود في غرفته. د ر اللاحقة ر، د ر. أو د بر ما ر درباس بو، هو مر بجانبنا. ملاحظة أعزائي المشاهدين أن المعنى يتغير باللغة العربية، لذلك نحن لا نتبع النقل الحرفي للترجمة بالنسبة لحروف الجر بالتحديد، ولكن المغزى فقط ندركه في الجمل باللغة العربية. أما في اللغة الكردية فهي مستقلة ومختلفة عن بعضها، كل حرف
جر له دور محدد في الجملة. ملاحظة أخيرة: إذا دققنا في الحروف الجر الأساسية الأربعة، الحرف الجر لا يأتي معه اللاحقة نهائيا، فهو دائما يأتي لوحده. أما الحرف الجر د فهو لا يأتي بدون لاحقة أبدا، دائما معه اللاحقة دا أو را. أما الحرفان الآخران ج وب فتأتي لوحدها كما تأتي معها اللاحقة. حرف الجر الذي يوضح ما سبقه أو بديله: جي مثال عليه: جي أو جي بمرات، أو جي بمرة هات، هو أيضا جاء معنا. جي من بيرك دنجي كولا لآب در نكت، من بيرك دنجي كولا لآب در نكت. لقد حفرت بئرا آخر ولكن لم تخرج المياه. نلاحظ أن في الجملة الأولى هو يوضح أن شخصا آخر أيضا جاء معنا، أو جي هو أيضا أو جي أي هناك من سبقه وهو أيضا جاء بعد. أما الجملة الأخرى: من بيرك دن جي كولا، لقد حفرت بئرا آخر، هناك حفر للبئر آخر قبله بلا نتيجة، فالبئر الثاني تم حفره أيضا لم تكن هناك نتيجة. حرفا الجر النافيان ب ن ب از بيت ناچم سوقي، از بيت ناچم سوقي، لن أذهب إلى السوق بدونك. ن از ماموستا ما، از ماموستا ما، أنا لست معلما. 2 حروف الجر الغير صحيحة: دا تشكين نخرو. بشكل عام تتكون من حرف جر وكلمة تأتي بعدها لتوضح موقعا محددا، وهي كثيرة، نكتفي بعدة أمثلة توضيحية فقط. مثال الأول: ل، حرف الجر ل جاء معه كلمة بر، زاروكك لبردرية، زاروكك لبردرية، هناك طفل على الباب، أو نستطيع نقول بجانب الباب، ولكن باللغة العربية على الغالب نقول على الباب ولا نقول بجانب الباب. مثال آخر: بسر، أو بسر مدى هات، أو بسر مدى هات، هو أقبل نحونا. ج از جبوتا هاتم، از جبوتا هاتم، لقد جئت من أجلك. وشكرا لمتابعتكم أعزائي المشاهدين.